دابا انا قدامي واحد الورقه اللي كتجيكم باش كتخلصوا الموضوع. الاخوان دابا اللي كيشاهدوا بالصوت وبالصوره كيشوفوا الورقه، ها هي هذه الورقه ديال الخلاص ديال الموضوع، واسمعوا مزيان وتبعوا. انا ما كرهش ديروا ورقه وستيلو وتجمعوا ولا ديروا ماكينه الحساب. سمعوا، غادي نهضروا على الاستهلاك ديال الكهرباء. قال لك اسيدي الاستهلاك هذا واحد المواطن داير عقلو ما كيستهلكش بزاف، تابع النصائح ديال الحكومه، كيدبر الاستهلاك ديال الضوء، ما كيضيعش الطاقه، حاضي جيبو حاضي راسو، المهم اللي بغيتو، مواطن زوين. جاتو في الاستهلاك 70 درهم فاصله 07. الاستهلاك ديالو الشهري ديال الضوء 70 درهم فاصله 07. يعني القاعه والبيت اللي خرج منه كيطفي الضوء، كيخلي حتى حاجه شاعله. هذا السيد ضابط اموراته. 70 درهم فاصله 07. إتاوة ثابته للكهرباء، هذه واحد الإتاوة ثابته 13 درهم فاصله 85. يعني هذا السيد مفروض انه خصو يخلص في المجموع تقريبا واحد 84 درهم اللي غادي يخلص في الضوء. واسمعني نعمس، قال لك اسيدي الضريبه ديال النهوض والفضاء السمعي البصري كيخلص فيها هو صفر، لان ما وصلش لواحد المستوى ديال الاستهلاك، اذا ما كيخلصش هو الضريبه. مصاريف الاشعار قبل الايقاف، دابا هذا السيد داك التاريخ اللي جا خصو يخلص فيه ما خلصش في داك التاريخ بالضبط، شي نهار من بعد يومين بعد عاد خلص، وكيقول هو خلص بلابليكاسيون ديال التليفون. المهم ما خلصش في ذاك النهار. فقال لك اسيدي مصاريف الاشعار قبل الايقاف 32.50، 32 درهم فاصله 50 سنتيم. ها هي تزادت على 84 درهم. وزيد نعمس، داك الاشعار يعني صيفطوا ليه ورقه ولا صيفطوا ليه ميساج حسبوا عليه ب 32.50. 65 درهم وحده اخرى ديالاش؟ ديال مصاريف التدخل التقني لاداء المتاخر. يعني واحد التقني قال لك اسيدي هو راه دخل باش يحاول ياخذ دوك الفلوس اللي باقي ما خداش ديال الخلاص ديال 84 درهم. بعض المرات كيقول لك المصاريف ديال القطع ديال الضوء، غيجيو يقطعوا عليك الضوء وغتخلص عليه، غتخلص حيت قطعوا عليك الضوء، حيت انت تعطلتي واحد النهار ولا يومين ولا اسبوع على حساب ما خلصتيش. يمكن كانت عندك ظروف، انت راه ماشي ما باغيش تخلص، حيت انت عارف راسك ضمنيا انه لما خلصتيش غيتقطع لك الماء والضوء، فاكيد غادي تخلص. ولكن في انتظار انك تخلص باش تربى، اسمع نعمس، غتخلص 32 درهم فاصله 50 ديال الاشعار، مصاريف الاشعار، وغتخلص 65 درهم ديال مصاريف التدخل التقني، وغتخلص الضريبه على القيمه المضافه على كل شيء. دابا الضريبه على القيمه المضافه زيدين نخلصوها، كنساهموا مع بلادنا، ولكن كنخلصوا على شي حاجه اللي استهلكنا. دابا حتى هاد مصاريف الاشعار ومصاريف التدخل ديال داك التقني غنخلصوا عليها التي في. شحال نخلصوا عليها؟ 31.25. شحال المجموع ولا؟ عقلتو هو راه راجل مزيان كيستهلك 84 درهم في الشهر، ولات 212 درهم فاصله 67. حبسوا راه ماشي ديال يخلص اكثر حيت باقي جايه شويه. 212 درهم فاصله 67 هذا المجموع، ولكن الواجب اداؤه 237 درهم فاصله 71. طبعا داخل فيه طابع المخالصه يؤدى حسب القرار الرقم بتاريخ. اذا من 84 درهم اللي استهلك هذا المواطن غادي يخلص لهاد الشركه ديال التدبير المفوض 237 درهم فاصله 71. الاخوان اللي كيشاهدوا الان بالصوت والصوره، ها هي الوثيقه قدامكم. طبعا انا درقت الاسم ديال الشركه باش ما يبان شيء، ولكن الوثيقه ها هي موجوده. الا بغات اي شركه كتحس براسها راها مقيوصه بهذا الشيء، بغات تجي وعندها حق الرد مكفول، مرحبا بها. اذا من 84 درهم ل 237 درهم فاصله 71. وحضي راسك نعماس، وحضي راسك على هذوك الناس اللي كتصوت عليهم. علاش؟ لانه شكون اللي صوت على هاد الصلاحيه يعطيها لهاد الشركات ديال التدبير المفوض انك انت الا ما خلصتيش في الوقت يمكن تخلص 2 المرات اكثر على انك ما خلصتيش في الوقت. شكون اللي صوت على هذا القانون؟ طبعا الناس اللي انتم صوتوا عليهم، الناس اللي طلعوا للبرلمان.
هذا كنقولوا في اطار التوعيه السياسيه، باش تعرفوا ان الناس اللي كتصوتوا عليهم راهم كيدبروا حياتكم اليوميه، سواء اللي في المجالس الجماعيه او اللي غادي يمشيو للبرلمان وغيتكلفوا بالجانب التشريعي. ملي تبغيو تصوتوا عرفوا على من تصوتوا، وهي مناسبه رجعوا للتاريخ وشوفوا شكون اللي عطى هذه الصلاحيات لهذه الشركات ديال التدبير المفوض باش تولي تعاقبنا وتضرب لينا جيبنا الا ما قدرنا شيء اننا نخلصوا في الوقت لظروف ما عندناش في ذاك الوقت، ولا ما تحت شي الفرصه، ولا غفلنا ولا نسينا، كيربيونا. احضي راسك.